متجر أضواء لبيع قطع غيار السيارات وإكسسواراتها. يوجد شحن لجميع مناطق المملكة. الروابط في صندوق الوصف. الاتحاد ينجو من فخ الباطن بريمونتادا ضربات الجزاء. حمد الله يرتكب كارثة جديدة ضد الباطن. نجم الاتحاد يبدي رغبته في الاحتراف الخارجي. غروهي يكشف سر انتصار العميد أمام الباطن. مرحبا بكم عشاق نادي الاتحاد في كل مكان. أتمنى منكم الضغط على زر اللايك وأيضا الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد يخص العميد. والآن إلى تفاصيل هذه النشرة. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزا صعبا على الباطن بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. وبهذه النتيجة ارتقى فريق نادي الاتحاد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وبفارق نقطتين عن نادي النصر صاحب المركز الأول. ودخل الاتحاد المباراة بقوة وأهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل، خاصة عن طريق النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله. وفي الدقيقة 23 وعلى عكس مجريات اللعب سجل الباطن هدف التقدم عن طريق نجمه يوسف الشمري بعد قطع الكرة من حمد الله، وظل الباطن صامدا حتى الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، عندما عادل للاتحاد اللاعب عبد الرزاق حمد الله من علامة الجزاء. وفي الشوط الثاني حصل الاتحاد على ركلة جزاء أخرى ترجمها النجم البرازيلي رومارينهو بنجاح في شباك الباطن، وذلك في الدقيقة 50. الجدير بالذكر أن حكم المباراة أشهر الكرت الأحمر في وجه نجم الباطن خوان بيدروز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وذلك بسبب حصوله على انذارين. أبدأ البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى فريق نادي الاتحاد عن سعادته بالفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وقال غروهي في تصريحات تلفزيونية: الدوري السعودي تنافسي وقوي ولا يوجد فريق سهل، وتقدم الباطن في الشوط الأول صعب علينا المهمة قليلا، بعدها حاولنا أن نهاجم وسجلنا التعادل. وأضاف أيضا: حالة الطرد سهلت الانتصار وجعلتنا نوقف خطورتهم قليلا، أهم شيء بالنسبة لنا ال3 نقاط وحصلنا عليها، وعلينا المواصلة بنفس النهج في مبارياتنا القادمة. واختتم حديثه قائلا: هدف الباطن من هجمة مرتدة، وهذا الأمر ليس سهلا، وبالنسبة لي وكذلك للفريق يعتبر بمثابة درس سنحاول الاستفادة منه، وسنعمل حتى نتعلم من الأخطاء ونحقق الهدف في كل مباراة. أكد مهند الشنقيطي لاعب فريق نادي الاتحاد صعوبة الفوز الذي حققه الفريق أمام مضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وقال الشنقيطي في تصريحات تلفزيونية: أبارك للجهاز الفني والإداري واللاعبين والجمهور هذا الفوز، كانت مباراة صعبة ولكن الحمد لله تجاوزناها وحصدنا ال3 نقاط، والقادم أفضل بإذن الله. وأضاف أيضا: الأهم تحقيق النقاط ال3 واستقبالنا الأهداف بسبب قلة التركيز، وسوف نحلها بالتدريبات إن شاء الله، والمواجهات القادمة صعبة ونأمل أن نتجاوزها. وعما نشرته صحيفة ميرور البريطانية ووضعها اسمه ضمن قائمة أهم 10 لاعبين صاعدين يمكن الاستثمار فيهم، قال: أكيد تفاعلت مع ذلك ولدي رغبة في الاحتراف الخارجي بإذن الله. أثار النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق نادي الاتحاد غضب جماهير الفريق خلال مباراة الباطن، ويأتي هذا الغضب بسبب سوء المستوى الذي يقدمه اللاعب في المباريات الأخيرة، وآخرها مباراة الباطن عندما شن اللاعب هجمة اتحادية على مرمى الباطن، واحتفظ بالكرة وقتا طويلا ليتم قطعها منه وترتد بهدف الباطن الأول، والذي سجله النجم يوسف الشمري في الدقيقة 23.
وهذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها حمد الله هذا الأمر، حيث قطعت منه الكرة أيضا في كلاسيكو الاتحاد والهلال لترتد بهدف في مرمى الفريق. ومن ناحيتها طالبت الجماهير الاتحادية إدارة النادي بإيقاف مفاوضات تجديد عقد اللاعب عبد الرزاق حمد الله بسبب التراجع الكبير في مستوى اللاعب. الجدير بالذكر أن آخر التقارير تؤكد أن إدارة نادي الاتحاد قد اقتربت من تجديد عقد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله لمدة موسمين إضافيين. كانت هذه أبرز أخبار نادي الاتحاد لهذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. تعبت من المشاوير والزحمة واللف على محلات قطع الغيار؟ الآن سهلناها عليك في متجرنا الإلكتروني أضواء لقطع غيار السيارات وإكسسواراتها. نوصل طلبك لمكانك ونشحن لكافة مناطق المملكة، وتدفع بالطريقة الأسهل لك، وتقدر تقسطها عبر 3 دفعات مع تمارا. حياكم في متجرنا.